الموضوع ديال اليوم هو الفلسفة في الحياة اليومية. الفلسفة في الحياة اليومية كتجاوز مجرد التفكير في المفاهيم الكبيرة بحال الوجود والمعنى، وكتوصل كل قرار كناخدوه وكل فكرة كنفكروا فيها، وكتوضح لنا كيفاش الأفكار العميقة والنظريات اللي كيدرسوها الفلاسفة كتأثر علينا في كل نهار. بزاف ديال الناس كيشوفوا الفلسفة حاجة معقدة وبعيدة على الواقع، ولكن في الحقيقة الفلسفة كتلعب دور كبير في قراراتنا وتصرفاتنا اليومية. مثلا ملي كنبغيو ناخدو قرار مهم بحال شنو نخدمو او شنو نقراو، هنا كنستعملو الفلسفه بلا ما نحسو. كنحاولوا نوزنو بين المصالح ديالنا، واش هاد الطريق غادي تحقق لينا السعاده، واش الخدمه اللي غادي نخدمو غادي تعطينا الرضا. هادشي كامل كيمثل الفلسفه البراغماتيه اللي كتشوف بان القرارات خاصها تكون على حساب النتيجه اللي غادي نوصلوا ليها. في موضوع العمل، الفلسفه كتسائلنا على معنى الانتاجيه والقيمه ديال الخدمه اللي كنقوموا بها. واش نخدمو غير باش نحققوا الربح والنجاح المهني، ولا الخدمة خاصها تكون وسيلة لتحقيق الرضا الداخلي والمساهمة في المجتمع؟ الفيلسوف كارل ماركس كان كيشوف أن العمل هو جزء أساسي من تحقيق الذات، ولكن بشرط يكون عنده معنى وقيمة للإنسان. في المواقف الاجتماعية، ملي كنعيشو مواقف بحال التعاون أو التنافس، الفلسفة كتجينا باش تعطينا الإجابات. واش خاصنا نتعاونوا مع الناس باش نحققوا الخير للجميع، ولا نتنافسوا باش نحققوا النجاح الشخصي؟ هاد الأسئلة اللي كتبان يومية كيعالجوها الفلاسفة في مواضيع بحال الأخلاق والعدالة، بحال سقراط اللي كان كيدافع على فكرة أن الإنسان خاصو يتبع الخير ويكون نزيه، وحتى إذا كان الثمن ديال هاد الشيء هو التضحية بمصالحه الشخصية. وفي كل مرة كنوقفوا قدام موقف صعيب فيه اختلاف في الآراء، هنا كنستعملوا الفلسفة ديال الحوار والمنطق. مثلا ملي كتلاقى مع شي حد كيعرض عليك رأي مختلف على ديالك، كيفاش غادي تناقش معاه؟ واش غادي تهجم عليه ولا غادي تستعمل المنطق والتفكير النقدي باش تفهم شنو كيقول وتوضح الرأي ديالك؟ واش داكشي اللي كتقولو كامل معقول؟ واش عنده أساس منطقي؟ هادشي كيعلمنا نكونوا واضحين في الكلام ديالنا وما نتبعوش غير الأفكار بلا ما نفكروا فيها مزيان. وهذه هي الفلسفة ديال النقاش اللي كانوا الفلاسفة بحال أرسطو كيدرسوها، كيتعلموا فيها كيفاش الإنسان يوصل الفكرة ديالو بطريقة منظمة ومبنية على حجج قوية. في الحياة العائلية مثلا، الفلسفة كتساعدنا نعيش العلاقات بطريقة أفضل. ملي كنفكروا في كيفاش خاصنا نتعاملوا مع أفراد العائلة، واش خاصنا نديروا مساواة في التعامل، واش خاصنا نتفاهموا المواقف ديالهم حتى إذا ما كناش متفقين، هنا فين كتحضر الفلسفة ديال الأخلاق الأسرية اللي كتعلمنا أن التفاهم والحوار هما الأساس باش نبني علاقات قوية. حتى في المشاعر ديالنا اليومية الفلسفة حاضرة وبقوة. مثلا ملي كنحسو بالغضب ولا الحزن، الفلسفة الرواقية اللي جابوها فلاسفة بحال ماركوس أوريليوس كتعلمنا كيفاش نتحكموا في المشاعر ديالنا وما نخليوهاش تسيطر علينا. كتعلمنا نصبروا ونفكروا قبل ما نتصرفوا، لأن الحياة عامرة بالتحديات، وداكشي اللي كنقدروا نتحكموا فيه هو ردود الأفعال ديالنا. الفلسفة مثلا كتلامس بوجه الخصوص حتى موضوع السعادة. ملي كنبحثوا على السعادة في الحياة اليومية، الفلسفة كتطرح سؤال أساسي: شنو هو مصدر السعادة؟ واش في الماديات بحال الفلوس والممتلكات، ولا السعادة كتجي من الداخل ومن الرضا والسلام الداخلي؟ الفلسفة الرواقية اللي دوينا عليها قبل مثلا كتعلمنا أن السعادة ما كتجيش من الأمور الخارجية، ولكن من كيفاش كنشوفوا الحياة ومن قدرتنا على التحكم في المشاعر ديالنا وردود الأفعال ديالنا على اللي كيطرح دانا. مثال آخر هو الفلسفة في الحب والصداقة. واش الحب حاجة عقلانية ولا غير مشاعر؟ واش يمكن يكون الصديق الحقيقي هو اللي كيبغي لك الخير بدون مقابل؟ هاد الأسئلة كتخلينا نفكروا في العلاقات ديالنا بطريقة أعمق ونتعاملوا معها بوعي. وفي حتى في أبسط الأمور اليومية بحال ملي كنمشيو نتقداو من السوق، الفلسفة كتقدر تطرح عليك تساؤلات: واش كناخد الحوايج اللي خاصني فعلا، ولا كناخد بزاف ديال الحوايج اللي ما عندهاش قيمه؟ هذه كتمثل لنا الفلسفه ديال الاقتصاد الشخصي اللي كتعلمنا كيفاش نتعاملوا بعقلانيه مع الموارد ديالنا ونخدموا التوازن بين الرغبات والاحتياجات. في موضوع الحريه الفرديه، الفلسفه كتخلينا نفكروا بعمق في حقوقنا وواجباتنا. واش فعلا عندي الحق ندير اللي بغيت مادام ما كنعاديش الاخرين، ولا الحريه ديالي خاصها تكون محدوده باش نحترم الحريات ديال الناس الآخرين؟ الفلاسفة بحال جون ستيوارت ميل كانوا كيسولوا هاد الأسئلة وكيعطيو أفكار اللي كتساعدنا نفهموا الحدود بين الحرية والمسؤولية في الحياة اليومية. حتى في موضوع الوقت وكيفاش كنستعملوه، الفلسفة كتطرح تساؤلات مهمة: واش الوقت اللي كنقضيوه في الحياة كندوزوه في حوايج مهمة ولا كنضيعوه في الأمور اللي ما عندهاش قيمة؟
الفلسفة ديال الوجود هي اللي جابوها فلاسفة بحال سارتر وهايدغار كتعلمنا أن الحياة قصيرة وأن كل دقيقة مهمة، وخاصنا نعطيو قيمة للقرارات ديالنا ونديرو حاجة اللي فعلا كتكون عندها معنى بالنسبة لينا. مثلا ملي كتسول راسك علاش كندير هذا الشيء، واش هذا التصرف صحيح، راه هذه فلسفة. هذا النوع ديال التفكير يسمى التفكير الأخلاقي أو فلسفة الأخلاق. فلاسفة بحال كانت وأرسطو كانوا كيتساءلوا على شنو هو التصرف الصحيح، واش خاصنا نفكروا في المصلحة ديالنا بوحدها ولا ناخدو بعين الاعتبار مصلحة الناس الآخرين. الخلاصة أن الفلسفة في الحياة اليومية كتخلينا نعيشوا حياة واعية، نفكروا في التصرفات ديالنا ونتعاملوا مع العالم بطريقة نقدية ومنطقية، وهي ماشي غير دراسة ديال الكتب القديمة، ولكن في نفس الوقت هي طريقة للتفكير اللي كتأثر كل جوانب الحياة ديالنا، بحيث كتعلمنا نكونوا متسائلين ونعرفوا كيفاش نفكروا في كل خطوة كنديروها. من خلال الفلسفة ما كنمشيوش غير مع العادات والتأثيرات الخارجية، ولكن كنختاروا نديروا الحوايج اللي عندها معنى بالنسبة لنا كأفراد وكشخصيات في المجتمع.